طيب الله مساءكم أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء التي أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. استعدادات للاحتفال بالثامن من مارس. الدفع بحماية التربة والمياه في شامبوكو ومغولو. روسي يلتقي رئيسي خلال محادثات حاسمة في إيران. بايدن وشولتز يتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا. العواصف تضرب عدة مناطق بالولايات المتحدة وتعليق رحلات الطيران بكندا. أهلا بكم من التفاصيل. أجرى الرئيس إسياس أفورقي اليوم الجزء الثالث من المقابلة مع وسائل الإعلام المحلية بالتركيز على القضايا الداخلية، مواصلة للجزئين السابقين اللذين تناولا تطورات الأوضاع في الجوار والمنطقة والعالم. وتطرق الرئيس إسياس أفورقي في الجزء الثالث من المقابلة لخارطة الطريق العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في إرساء البنية التحتية وتخزين المياه وثروات الاقتصاد الأزرق وإمكانية استغلالها والفرص الواسعة في قطاع التعدين والبرامج المستقبلية الخاصة بها. وقال أن من الطبيعي منح الأولوية لتخزين المياه وإصلاح مساقط المياه والطاقة والبنية التحتية في الخطة المتوسطة والبعيدة الآجل التي وضعت عام 2019 ضمن خارطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر الرئيس إسياس أفورقي أن تخزين المياه ليس بناء السدود وحسب، بل إصلاح مساقط المياه والتشجير. ورغم تنفيذ الكثير من المشاريع في هذا المجال إلا أنه لا يتجاوز 20% مع الطموح الموجود. وشرح الإمكانات والبرامج القائمة لاستغلال المياه المخزنة في الزراعة والاستخدام المنزلي بمساعدة التقنية والقدرات البشرية. وأشار إلى منح الأولوية في قطاع الطاقة لتوليدها من الرياح والشمس والبخار للمساعدة في تنمية شواطئ البحر ووضع خطط لتلبية احتياجات الطاقة الواسعة. وقال أن الاقتصاد الأزرق يحتاج إلى اهتمام أكبر، وأن الإمكانات الكامنة كبيرة لامتلاك إريتريا بحرا وشواطئ وجزر. قرأ أن هذه الثروة لم تستغل حتى الآن لأسباب مفهومة، وأن التحدي الأكبر هو البنية التحتية المتمثلة في الموانئ والمراسي والطاقة والمياه والتبريد وغيرها. ونوه فخامته بأنه يجب الاستفادة الجيدة من فرص وثروات الاقتصاد الأزرق الواسعة، موضحا بأنه تتطلب الأعمال الاستغلالية للثروات البحرية وبذل جهود حثيثة، بالإضافة إلى إنتاج الملح واستغلال الثروات التعدينية داخل البحر والشواطئ، وكذلك خدمات الموانئ والسياحة، وهذا يتطلب إلى قوة التنظيم وإرساء مؤسسات إدارية فاعلة. وقال فخامته فيما يتعلق بالثروة التعدينية أن إريتريا تزخر بثروات معدنية هائلة، وأن ما تم الاستفادة منه حتى الآن مقارنة بالثروات الكامنة يعد قيض من فيض، وأن التجارب المكتسبة والدروس المستفادة أكبر من المصالح الاقتصادية التي حصلنا عليها. وأشار فخامة الرئيس إلى أن الثروة التعدينية تسهم بفعالية لتمويل المشاريع التنموية الأخرى، ويجب القيام بأعمال جادة في هذا الشأن. ومن أجل الحصول على المصالح المطلوبة يجب علينا الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بدلا من إرسال المواد الخام إلى دول أخرى، واضحا بأن تطوير مصانع إنتاجية تعد من أولى البرامج التنموية المستقبلية. أعلنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس ميكائيل إعداد الاستعدادات اللازمة لاحتفال الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة الإريترية صامدة في التصدي ورائدة في التنمية. وضحت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإريترية وضع برامج احتفالية تعكس المناسبة،
فضلا عن سيمينارات ومساعدة الأسر المحتاجة والتبرع الطوعي للدم ومناشط فنية وتوضح مساهمة المرأة في النضال والدفاع عن السيادة. وذكرت أن الاتحاد وفي إطار تمكين المرأة قام بتوزيع 800 مضخة مياه للمرأة المزارعة المنضوية في جمعيات تعاونية، مشيدة لتعاون إدارات الضواحي ولجان القرى لتخصيص الأراضي الزراعية ووزارة الزراعة لتقديم البذور المحسنة. وأشارت إلى تنظيم الدورات التأهيلية المهنية للمرأة في مختلف المجالات، وتقديم قروض بمبلغ 50 مليون نقفة ل3000 امرأة في كل إقليم. وقالت أن زواج القاصرات يتسبب في عرقلة التعليم وأضرار نفسية وصحية كبيرة، ويجب على الجهات المؤثرة تعزيز دورها لمحاربة هذه العادات الضارة التي تجري بزرائع الدين والعادات. وذكرت بأن مراكز التدريب التي تشيدها المرأة الإريترية في المهجر في المدن الإريترية لها دور كبير لرفع قدرات المرأة. ودعت السيدة خاتس فميكيلا المرأة الإريترية لتعزيز مساهمتها واستعدادها في المرحلة الجديدة بنفس المشاركة في تحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة. دعا مدير مديرية شامبوكو السيد كحساء أسرات المزارعين للعمل لحماية التربة وحفظ المياه للدفع بالإنتاج. وأشار إلى توسيع المساحات الزراعية عام 2022 لغزارة الأمطار مقارنة مع السنوات السابقة، داعيا العمل بقوة لرفع الإنتاج الزراعي واتباع إرشادات المهنيين الزراعيين. وناشد المزارعين وأصحاب المواشي لدفع الضريبة المستحقة في أوانها. وأوضح مدير مديرية ماغولو السيد أبراهام كيداني في الاجتماع الذي عقده المزارعين لمواصلة أنشطة حماية التربة وحفظ المياه بالتعاون مع خبراء الزراعة. ودعا المشاركون في الاجتماع المدخنين لتوخي الحذر للحد من الحرائق المراعي على أطراف الطرق المسفلتة. عقد المركز الصحي في فلدارب في مديرية حمل مالو لقاء في الأول من مارس مع السكان حول تنفيذ البرامج. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض إلياس يماني في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤول إدارة إقليم عنسبة ومكتب وزارة الزراعة في الإقليم أن الهدف من اللقاء هو خلق علاقات وطيدة مع السكان والتعرف على المصاعب وإيجاد الحلول لها. بجانبه أوضح مسؤول المركز الصحي في فلدارب الممرض ياسين علي بخيت أهمية مشاركة السكان في تنفيذ وتقييم البرامج من أجل الاستفادة الجيدة من المراكز الصحية وتطويرها. وبحث الاجتماع متابعة الحوامل لأوضاعهن الصحية والفهم بالإنجاب الصحي واستخدام غرف انتظار الحوامل والأمهات والنظافة البيئية والأمراض المعدية وغير المعدية. وأكد المشاركون على أهمية اللقاء الذي يدفع بتطور الخدمات الصحية. وقال مدير مديرية حمل مالو السيدة عائشة علي نور أن إيصال المعلومات إلى الجهات المهنية سريعا يكون له دور فاعل. ويقدم المركز الصحي في فلدراب الخدمات لسكان ضواحي فلدراب وأقرب وفرحين. دعا مكتب التعليم في مديرية تسانية لتقوية دور المجتمع عامة والمعلمين ورجال الدين خاصة لرفع مشاركة المرأة في التعليم. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ سرافيل كفل قرقيش أن مشاركة المرأة في التعليم تصل لنسبة 44% في المرحلة الابتدائية و42% في المرحلة المتوسطة و45% في المرحلة الثانوية. وأن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2021-2022 بلغت 43% وأن 28% طالبات. ودعا لمكافحة زواج القاصرات الذي يعيق مواصلة المرأة للتعليم. من جانبها أوضح مدير مدرسة ساقم المتوسطة والثانوية الأستاذ تكي مدهاني أن عدد الطالبات أكبر من الطلاب في الصفين الثامن والحادي عشر هذه السنة، لكن العدد يقل في الكليات مما يتوجب إيجاد الحلول. تستقبل مدارس التسنية البالغ عددها 40 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية
أكثر من 22,000 طالب. أفاد مدير مدرسة عقنبوسة أن برنامج عريوتا التعليمي للأطفال المتخلفين عن الدراسة في العمر المحدد يحقق نتائج مرضية. أوضح الأستاذ سليمان محمود أن المدرسة الابتدائية التي بدأت ب80 طالبا في العام 2019 تستقبل حاليا 171 طالبا بينهم 42 طالبا، ودعا لتعزيز دور الإدارات لخلق المناخ الملائم للأطفال المتخلفين عن التعليم في القرى المتناثرة في الأنحاء. وأكد الطلاب على الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة ومواصلة التعليم لأعلى المستويات. السادة والسيدات، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي للعاصمة الإيرانية طهران، حيث من المرتقب أن يجري محادثات مع الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين تبعا لاكتشاف جزئيات يورانيوم مخصبة بمستوى أقل بقليل من نسبة 90% الضرورية لإنتاج قنبلة نووية. تأتي زيارة جروسي التي تستمر يومين مع سعي المنظمة التي تتخذ فيينا مقرا لها إلى تعاون إضافي من إيران بشأن أنشطتها النووية. وبحسب تقرير غير معاد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اكتشفت جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية في مصنع فورد الواقع تحت الأرض على مسافة 100 كيلومتر جنوب العاصمة طهران. جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز تأكيد حرصهما على مواصلة مد أوكرانيا بالدعم اللازم. وفق مسؤول أمريكي رفيع المستوى، فإن اجتماع الزعيمين الذي استمر أكثر من ساعة في البيت الأبيض ركز على أهمية استمرار دعم أوكرانيا والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدة الإنسانية والاقتصادية. وقالت واشنطن في الأسابيع الأخيرة أن الصين تدرس تقديم أسلحة لروسيا، رغم أن المسؤولين الأمريكيين لم يقدموا أدلة على ذلك. من جهتها نفت بكين أي نية لها لتسليح روسيا. تسببت العواصف التي ضربت عدة مناطق في الولايات المتحدة وكندا في سقوط قتلى وانقطاع الكهرباء، في حين اضطرت ثانية أكبر شركة طيران في كندا لإلقاء جميع رحلاتها في مطار تورنتو الدولي. ففي الولايات المتحدة قالت السلطات أن ما لا يقل عن 9 أشخاص لقوا حتفهم، في حين انقطعت الكهرباء عن الملايين بسبب العواصف التي أدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة عبر مناطق في جنوب البلاد. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وتسببت في تساقط ثلوج كثيفا في جنوب شرقي ولاية ميشيغان. وفي كندا أعلنت ثانية أكبر شركة طيران في البلاد إلقاء جميع رحلاتها الليلية في مطار تورنتو الدولي بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تغطي المدينة بكميات كبيرة من الثلوج وتؤدي إلى تقليل الرؤية بشكل كبير. سيداتي سادتي، ختاما في هذه النشرة إليكم أبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي أفريقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. إعداد برامج بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. دفع بحماية التربة والمياه في شامبوكو ومغولو.
روسيا يلتقي الرئيس خلال محادثات حاسمة مع إيران. بايدن وشولتز يتعهدان بمواصلة دعم أوكرانيا. العواصف تضرب عدة مناطق بالولايات المتحدة وتعليق رحلات الطيران بكندا. حتى جديد اللقاء، تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.